بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة زراعة الذهب. هل تصدق أن هناك شيئا ينبت في الصحراء بدون زرع ولا ماء ويباع الكيلو منه بأضعاف سعر الذهب؟ إنه الكمء، أو كما يسميه البعض الذهب الأبيض أو فاكهة الصحراء. في هذا الفيديو سندخل في رحلة علمية وعملية. سنعرف معا ما هو الكمء، ولماذا وصل سعره إلى هذا الرقم الخيالي. والأهم، هل يمكنك أنت أن تزرعه في بيتك أو في أرضك وتحقيق دخل منه؟ ابق معي للنهاية، لأن المعلومة التي في الدقيقة العاشرة قد تغير مسار حياتك. أولا، ما هو الكمء؟ الكمء ليس نباتا، ولا هو فطر عادي كالذي نراه فوق سطح التربة. الكمء هو نوع فريد من الفطريات، ينمو تحت سطح الأرض على عمق يتراوح بين 10 سنتيمترات إلى 30 سنتيمترا. وهو لا يستطيع أن يعيش وحده، بل يعيش في علاقة تكافلية عجيبة مع جذور بعض الأشجار مثل شجر البلوط والبندق والزيتون. الفطر يعطي الشجرة الماء والأملاح المعدنية من التربة، والشجرة تعطي الفطر السكريات التي تنتجها من عملية البناء الضوئي. هذه الشراكة هي سر حياة الكمء، وهي أيضا سر صعوبة زراعته. ثانيا، لماذا سعر الكمء مرتفع إلى هذا الحد؟ الإجابة تتلخص في 3 كلمات: الندرة والطلب والجهد. أما الندرة، فلأن الكمء البري لا ينمو إلا في بيئات محددة جدا، يحتاج إلى تركيبة خاصة من التربة القلوية، ومناخ معين من الحرارة والمطر، ولا يمكن لأحد أن يتحكم في ظهوره. وأما الطلب، فلأن كبار الطهاة في العالم يعتبرونه جوهرة المطبخ، فنكهته ورائحته لا يوجد لهما مثيل. جرام واحد منه كاف لتغيير طبق بالكامل. وأما الجهد، فلأن البحث عنه يحتاج إلى خبرة وصبر. في الماضي كانوا يستخدمون الخنازير لشم رائحته تحت الأرض، واليوم يستخدمون كلابا مدربة تدريبا خاصا. كل هذه العوامل جعلت سعر الكيلو من الكمء الأسود يتجاوز $2000، والكمء الأبيض يصل إلى $4000 في بعض المواسم. ثالثا، هل يمكن زراعة الكمء؟ وكيف؟ الجواب نعم، ولكن ليس بالطريقة التقليدية. أنت لا تزرع بذور الكمء لأنه لا يملك بذورا، بل أنت تزرع شجرة، ولكن ليست أي شجرة. يجب أن تكون الشتلة ملقحة مسبقا في المختبر بجراثيم فطر الكمء، أي أن العلماء في المعمل يضعون الفطر على جذور الشتلة وهي صغيرة، ويتأكدون من ارتباطه بها. هذه الشتلة المخصبة هي نقطة البداية، وبدونها كل مجهودك سيذهب سدى. بعد أن تحضر الشتلة المضمونة، تأتي خطوات الزراعة. أولا، اختيار الأرض. الكمء يحب التربة القلوية التي تكون نسبة الحموضة فيها مرتفعة، والتربة الرملية المخلوطة بالطمي هي الأفضل، ويجب أن يكون الصرف فيها جيدا، فالكمء يكره الماء الراكد. ثانيا، الزراعة. تحفر حفرة بعمق 40 سنتيمترا تقريبا، وتضع الشتلة وترد التراب حولها، ويجب أن تكون المسافة بين كل شتلة وأخرى حوالي 4 أمتار. ثالثا، الري. الكمء لا يحب الماء الكثير، يكفيه الري بالتنقيط مرة واحدة في الأسبوع في الصيف، ومرة كل أسبوعين في الشتاء. والأهم من ذلك، لا تستخدم أي سماد كيماوي. السماد الكيماوي يقتل فطر الكمء فورا. رابعا، الصبر، وهذا هو الاختبار الحقيقي. فالشجرة المخصبة لن تنتج الكمء في العام الأول ولا الثاني، بل تحتاج إلى ما بين 4 سنوات إلى 7 سنوات حتى تبدأ في الإنتاج. خلال هذه الفترة، كل ما عليك فعله هو حماية الشجرة وريها بانتظام. رابعا، ما هي الأرباح المتوقعة؟ لنكن واقعيين، هذا ليس مشروع الربح السريع، هذا مشروع استثمار طويل الأجل. الشجرة الواحدة بعد أن تبدأ في الإنتاج يمكن أن تعطيك ما بين كيلو واحد إلى كيلوين من الكمء كل عام. وإذا كان سعر الكيلو في السوق المحلي حوالي 2500 جنيه كمتوسط، فهذا يعني أن الشجرة الواحدة يمكن أن تحقق لك دخلا سنويا يتراوح بين 2500 جنيه إلى 5000 جنيه.
فإذا كان لديك مساحة 100 متر مربع فقط، وزرعت فيها 20 شجرة، فإن دخلك السنوي بعد سنوات الصبر قد يصل إلى 100,000 جنيه. وهذا من مساحة صغيرة ومجهود بسيط بعد التأسيس. والأجمل أن الشجرة تظل تنتج لعشرات السنين. خامسا، ما هي أخطر 3 أخطاء تدمر المشروع؟ الخطأ الأول: شراء شتلات غير ملقحة. كثير من التجار يبيعون شتلات بندق عادية على أنها مخصبة بالكمء، والنتيجة أنك تنتظر سنوات ثم لا تجد شيئا. الحل: لا تشتري إلا من مركز البحوث الزراعية أو من مصدر حكومي موثق ويعطيك شهادة ضمان. الخطأ الثاني: الري بمياه مالحة. مياه الآبار التي تزيد ملوحتها عن 1000 جزء في المليون تقتل الفطرة. يجب تحليل المياه أولا. الخطأ الثالث: الاستعجال. بعض الناس يحفر تحت الشجرة بعد سنتين ليبحث عن الكمء، وهذا يدمر الشبكة الفطرية الرقيقة التي تكون قد بدأت في التكون، ويؤخر الإنتاج سنوات أخرى. سادسا وأخيرا: أين تبيع المحصول؟ عندما يمن الله عليك بالإنتاج، فالبيع لن يكون مشكلة أبدا، لأن الطلب أكثر من العرض بمراحل. لديك 3 أسواق رئيسية. الأول: الفنادق والمطاعم ال5 نجوم، هم يشترون بأعلى سعر. الثاني: شركات التصدير إلى دول الخليج وأوروبا. والثالث: البيع المباشر عبر الإنترنت لمحبي الأكل الصحي. والنصيحة الذهبية هنا: لا تبع كل محصولك لتاجر واحد. نوع مصادر البيع لتحصل على أفضل سعر. في الختام، زراعة الكمء ليست وهما ولا ضربة حظ، هي علم وصبر واستثمار. هي لا تناسب من يريد الربح السريع في 6 أشهر، ولكنها كنز حقيقي لمن يفكر في المستقبل، ويريد أن يبني دخلا سلبيا له ولأولاده من بعده. ابدأ اليوم بشجرة واحدة، ازرعها وانسها، وبعد 4 سنوات ستجد أنها أصبحت ماكينة طباعة نقود في أرضك. إذا أردت ملف دراسة الجدوى الكاملة مع أسماء الموردين المعتمدين، فكل ما عليك هو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكتابة كلمة كمء في التعليقات. وسأرسل لك الرابط في رسالة خاصة. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء في فيديو جديد من زراعة الذهب. السلام عليكم ورحمة الله.